مرحبا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد ووصفة جديدة. ووصفتنا لليوم كبسة سعودية على طريقتي. وقبل ما ابدأ الوصفة بتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل شي جديد. بالبداية عندي كيلو لحم خروف مقطعته ومجهزته. عندي حبة بصل حجم وسط، نصف جزرة، قرفة، ورق غار، و3 حبات هيل. هدول المنكهات رح اسلق فيهم اللحمة. وبالنسبة للبهارات رح ضيف بهارات كبسة على اللحمة ورح ضيف كركم. تعالوا معي لنحضر على النار. طبعا أنا رح أسلق اللحمة بطنجرة البخار. بالبداية عندي معلقة سمنة رح حمص فيها اللحمة، وبعد ما يتحمص عندي اللحمة رح ضيف المنكهات. هون تحمص عندي اللحمة تماما. طبعا أثناء التحميص ضفت عليها البصل. هلا رح اغمرهم بالمي وبعدين رح ضيف المنكهات مثل ما ذكرت ببداية الفيديو: عود قرفة، نصف جزرة، ورق غار، 3 حبات هيل. وهلأ رح ضيف البهارات، بهارات كبسة والكركم. بعد ما غلي عندي المي رح شيل الزفر منها ورح سكر الطنجرة. طبعا انا ما ملحت اللحمة كرمال تستوي عندي بسرعة. رح خليها 30 دقيقة على النار، طبعا كل حدا وحسب الطناجر اللي عنده. وهلأ رح حضر للرز. عندي حبتين بندورة مقطعتهم مكعبات، وحبتين فلفل أخضر، وبرشة الجزر بهاي الطريقة 1.5 حبة، وبصلة كاملة حجم وسط. وهلأ رنروح على البهارات. عندي فلفل أحمر، كزبرة، كركم، زنجبيل مطحون، قرفة مطحونة، فلفل أسود، بهارات كبسة. بالبداية حطيت معلقة سمنة بالطنجرة. بالبداية رح حمص البصل بس يتكرمل عندي بضيف باقي المكونات. بعد ما تكرمل عندي البصل ضفت الفليفلة، بقلبهم مع بعض شوي وبعدين بضيف الجزر. وهلأ ضفت الجزر بخليهم يدبلوا مع بعض منيح، وبعدين بضيف البندورة. ضفت البندورة وهلأ رح ضيف البهارات: كزبرة، فلفل أحمر، قرفة، زنجبيل مطحون، كركم، فلفل أسود، بهارات كبسة. هلا بقلبهم منيح وبعدين بضيف الرز مغسلته منقعته قبل بوقت. وهلا رح ضيف الرز بقلبهم مع بعض بخليهم يتحمصوا شوي، وبعدين بحط مرقة اللي سلقت فيها اللحمة. طبعا انا بعد ما استوى عندي اللحمة ملحتها. وهلا رح ضيف المرقة. طبعا الرز اللي عندي طويل، حبة طويلة، لكل كاسة رز كاستين مي. انا مية اللحمة ما كفى عندي فضفت عليها شوي مي سخنة، ورجعت ملحتها شوي وغطيتها. طبعا في نقطة مهمة: اول ما تبلش تغلي عندك الرز وطي النار وغطيها باي منشفة عندك، منشفة المطبخ، وتركيها لحتى تستوي على الاخر. وهلا رح اضيف المكسرات، ويا عيني يا عين اطيب كبسة من تحديات ام إيلين. جربوا هاي الطريقة وادعولي. طيب كتير كتير، وصحتين وهنا على قلبي وعلى قلبكم.